نعم. في أخبار الآن في الجزائر في أوساط إعلامية أن مجيد بوقرة غادر المنتخب الجزائري. لا، حضرت انا في كونفيرونس دو بريس اللي دارها، اعلنها. هو اعلن قال هنا اليوم النهايه تاعي خلاص، اعلنها وقال لهم اللاعبين انا نتحمل المسؤوليه، اللاعبين داروا المجهودات تاعهم، كان كوريكت كما يقول. وش رايك انت، هل هو يعتبر قرار موفق؟ هي مشكل ماهوش دوك في المدرب يقعد او يعتقل. هل الفريق هذا باع هذا كما يقولوا، هل عنده مستقبل؟ كيف ما عنده مستقبل؟ اذا انت اليوم مستدعي عادل بلبينة للمنتخب الجزائري الاول، ممكن واحد او اثنين نسيته. هذا ما كان، هذا هو نوع التدريبات تاعها. ما كاش المنافسه، ما كاش مقابلات يكونوا من القدام. تحب له 3 سنين 3 سنوات 3 سنوات واش راح يدير في 3 سنوات؟ بس الاحسن ولا فيدراليا تخمم، هما ماشي انا، ولا الفيدراليا تخمم تقول ممكن بوقرة نسحقوه المستقبل في الفريق الف، من الدرك يجيبوه قدام المدرب بيتكوفيتش مساعد، بس يخدم يساعدوه باش يخدم، باش ولا راح من بعد هو المونديال. قال ما راح اشتغل مع بيتكوفيتش، هو قال نعم، قال انا مدرب رئيسي لن اعمل مع بيكوفيتش نعم كمساعد، وما راح يعمل معه كمساعد. هو اعلن مقرر من قبل، نعم قال لك انا مدرب رئيسي. وبعدين كابتن هو لعب 19 مباراه مع المنتخب الجزائري، لم يخسر ولا مباراه. جميع المباريات حتى اللي فيها خساره بعد ركلات الترجيح، يعني مش انه بيتكوفيتش نهائي الشان 2022 عفوا بركلات الترجيح، 2025 ربع نهائي الشان ركلات الترجيح خرج، واليوم خرج بركلات الترجيح. 19 مباراه هذا المدرب لم يخسر. لا، ماجد بوقرة ايه ما خسرش. يعني داكور معك ما خسرش، انا نتكلم المستقبل تاعو في هذا الفريق با. انا الفريق با ما نشوفش عنده. اذا انت مع تقديم استقالته بالعربي؟ هو الاحسن انا ليا والو بيتكوفيتش ما يحبش يجيب الناس تخدم معه، عنده الفريق تاعو اللي يخدم معه وتحب تخدم، ولكن رئيس اتحاديه يتكلم معه ويقربوا الفريق الف ويكمل يشوف يتابع واش هو يخدم وكذا. لان بيتكوفيتش قال لك في 2000 موجوه هذا مونديال يخلص الكونترا تاعو، العقد تاعو يروح. اذا انت طالب بمجيد بوقرة انه هو يكون مدرب المنتخب الاول؟ لا انا ما طلبتش، انا شكون